فقت اليوم الصبح كتير جوعانة وما كان عبالي اني اكل نواشف، لهيك فكرت كتير شو ممكن اعمل، وخطر ببالي اعمل كشك مريء او فتة الكشك. ولنساوي هي الاكلة اللي كتير طيبة يلا خلونا نبلش. اول شي رح احتاج لنص لتر من المي، تمام. رح نشغل حده لحتى انها تسخن المي، وبعدها رح ننزل عليها بنص صغيرة كاسة شاي من البرغل، وبنتركهم لحتى يستووا كتير منيح. قطعت الخبز على شكل مكعبات وحطيته بالصينية ودخلته على الفرن حتى يتحمص تماما. بعد هيك هلا نحن خلينا ننظف وجه البرغل من هذا البياض، وبما انه البرغل صار عندي جاهز نزلت عليه 4 معالق من الكشك وحركتهم كتير منيح، ولقيت انه قوامهم كتير سميك، فرجعت ضفت لهم شويه من المي لاحصل على هذا القوام، ما انه كتير سائل ولا كتير جامد، هو بالوسط بيناتهم. بعد هيك انا حضرت 3 اسنان من الثوم، حطيت عليهم معلقه صغيره من الملح اللي ما كنت ملحه ولا شيء، دقيتهم كتير منيح ومباشره حطيتهم فوق الكشك وحركتهم شوي، تركتهم يغلوا مده دقيقه. وبعد هيك انا كنت محضره البصل مثل ما كنتم شايفين، مقطعته لجوانح، تمام. وبعدها بنسقسق هي الجوانح بالزيت البلدي، النكهه بتختلف تماما معنا وبتاخذ الاكله لمكان ثاني، وبنحطها على النار بحيث انها تدبل معي، ممكن لو تحمرت شوي بيكون كتير افضل. وبعد ما تحمص معي البصل مثل ما كنتم شايفين بهذا الشكل، رح ناخده مباشرة وننقله لفوق الكشك. ما رح احط كل الكمية، رح احط 3/4، رح اترك شوي لزوم تزيين الجاد تبعي. رح احركهم واتركهم يغلوا كمان مدة دقيقتين، وبهذه الاثناء الخبز عندي اتحمص، وشوفوا على هالمنظر ما شاء الله. طبعا لا زيت ولا شيء حطيت له، حطيت كمان كمية كافية من الخبز، ولكن تركت شوي كمان لزوم التزيين. وما بتطلب اكلتنا الا بالنعناع اليابس، حطيت معلقتين صغار من النعناع اليابس. طبعا بنتركهم شغلة نص دقيقة مو اكثر مشان النعناع ما يسود. وهيك اكلتي صارت جاهزة، وبلشنا نسكبها، بلشنا نزين على الوجه شوي من البصل اللي ضل عندي، وبعدين حطيت كمان الخبزات اللي زادوا عندي او اللي انا شلتهم حتى نزين. ولحتى اكلتي تطيب انا بفضل اني اكلها مع الزيتون الاسود او المعطون، كتير بتطلع شهية. واذا حبيتوا الوصفة جربوها، بظن انه مو جميع المحافظات السورية بتعرفها. رفيقتي ادلبية ودقيتها عندي وقالت لي هي اول مرة انا بدوقها وحبيتها كتير. اذا حبيتوا تابعوني، اعملوا لي لايك، بحبكم كتير، جربوها ما بتندموا.